بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم النهاردة برضو عن سيرة والدي رحمة الله عليه، شيخ محمد طه مدبولي رحمة الله عليه، شيخي وأستاذي وأبي. من ضمن الصفات الجميلة اللي كانت فيه دوره الكبير في كأكبر الإخوة الذكور. كان والدي ليه 3 إخوات صبيان و3 بنات، يعني هما كانوا 7، وهو أكبر الذكور. ويمكن الدور ده أنا شفته وتعلمته كويس، لأن أنا برضو أكبر إخواتي. فقد إيه الأخ الأكبر ده هو أب تاني يربيه الوالد، عشان بعد ما يمشي يحاول هو يجمع. وشفت ده بعيني بعد وفاة جدي وستي الله يرحمهم، قد إيه بابا كان بيحاول دايما يجمع إخواته برغم اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم. أحيانا كان بينجح وأحيانا كان ما بينجحش، ولكن بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجمع إخواته. وكتير كان من مواقف مخزية وردود أفعال مش متقبلة كان بيتسامح فيها في مقابل هذا الهدف الكبير اللي كان عايزه. الحقيقة كانت والدتي الله يرحمها برضو كانت متفتحة الأفق، وعارفة إن دوره إنه يجمع إخواته، وإن مش دورها إنها تفسد ما بينهم وتفرق ما بينهم. فكانت بتساعده حتى لو كان على حسابها في بعض المضايقات، وده كان قدام عيني. قد إيه ربنا رزقه بزوجة صالحة تعينه على أهدافه الدنيوية، وكمان تعينه على انشغاله بطلب العلم وتعليم العلم بعد ذلك. والتوفيق للزوجة الصالحة من أول مرة ده شيء نعمة كبيرة جدا، ومن أهم من نعم ربنا سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة، اللي تعينك على طريقك واللي تبقى متفهمة أهدافك وتعينك عليها. فدور الأخ الأكبر خاصة الذكر إنه قد إيه يجمع إخواته، حتى لو كان على حسابه، على حساب أعصابه، وعلى حساب إنه يغفر ويسامح في بعض المواقف ويعديها عشان يبلغ هذا الهدف. ربنا يرحم والدي ووالدتي رحمة واسعة، والحقنا بهم على خير وعلى أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.